السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا ابطال؟ النهاردة عندنا درس جديد. زهقنا بقى يا مستر من نمذجة. هناخد درس جديد اسمه تحليل ضرب وقسمة الكسور، والدرس ده قديم مش جديد. ازاي تضرب الكسور، وهنا هنقصد الكسور العشرية اللي فيها علامة عشرية، وازاي تقسمها. وهناخد حاجة جزئية كده في الاخر اسمها خط الاعداد. لكن انا يهمني النهارده ان انا اقسم الدرس بتاعي لجزئين: جزء الضرب وجزء القسمة. مثال يا مستر؟ حاضر. الراجل بيقول مثلا اضرب لي 2.1 في 4.3. كالعادة كل مرة بناخد طريقتين، لكن احنا هنتفق ونرشح واحدة فيهم. انا ممكن اقولك دلوقتي اعملها، خلي بالك الكلام ده قديم اخدناه السنة اللي فاتت، حاجة اسمها الخوارزمية المعيارية. وفي طريقة تانية هقولها دلوقتي. الخوارزمية المعيارية اللي اخدناها في سنة 5، يعني حضرتك هتتغاضى عن موضوع العلامة، كأنك بتضرب 43 في 21، سيبك من العلامة خالص. طيب نكتب الأفضل، تكتب ال 43 اللي هو الكبير فوق في 21، اشتغل على الواحد واضربه فوق. 1 في 3 ب3، 1 في 4 ب4، متنساش تحط زائد صفر. وامسك بقى في الاتنين، اتنين برضه هتنضرب في اللي فوق كلهم. 2 في 3 ب6، 2 في 4 ب8. اجمع 3 وصفر 3، 4 و6 10، صفر معايا الواحد، واحد فوق ال8 9، يبقى الناتج 903. لكن ناقص حاجة صغننة، ان حضرتك تجمع العلامات. العلامة هنا بعد رقم وهنا بعد رقم، يبقى العلامة في الناتج بعد رقمين. عد من اليمين رقم 2 اهو، بعد رقمين تحط علامة عشرية. طيب كلام جميل. ايه بقى الطريقة التانية؟ قال لي الطريقة التانية هي تحويل الأعداد العشرية اللي قدام حضرتك إلى كسور غير فعلية. يعني ايه كسور غير فعلية؟ يعني كسور غير حقيقية، يعني البسط اللي فوق بتاعها أكبر من المقام، يعني حولها لكسور، ما تشغلش بالك قوي يعني. يبقى الطريقة دي هي تحويل العدد الكسري إلى كسور. سيبك من كلمة كسور يا عم غير فعلية. طيب نعملها ازاي بقى؟ قال لي هنا الاتنين 1/10 كأنه 21 على 10. لأن العلامة بعد رقم، طب لو كانت بعد رقمين يبقى على 100. كذلك هنا برضو دي كأنها 43 على، أيوة العلامة بعد رقم يعني 10. اضرب بقى البسط في البسط والمقام في المقام. لو حضرتك هنا ضربت 43 في 21 بالطريقة دي بالخوارزمية دي برضو هتطلع 903 فوق. طيب وتحت 10 في 10 ب100. طيب ما هي يبقى اللي فوق خليه، البسط اللي فوق خليه زي ما هو، واللي هنا صفرين يعني علامة بعد رقمين. طب وايه لازمة الدوخة دي؟ فكنا استخدمنا افضل الخوارزمية الايه المعيارية، هي الافضل، ودي اللي ارشحها لك عشان ايه تشتغل بيه. طيب دي القسم او ده القسم الاولاني في الدرس، ازاي تضرب عدد عشري في عدد عشري. ولو ان الكلام ده قديم من السنة اللي فاتت، لكن التكرار بيعلم الشطار. ازاي بقى تقسم؟ تعال نشوف مثال على القسمة. يعني مثلا الراجل ده لو بيتكلم معايا وبيقول لي دلوقتي ممكن حضرتك تقسم لي مثال بسيط. المثال بيقول 48 من 100، 48 من 100 مقسومة على 4 من 1000. صنفر دماغك كده وفكرني بقى، كنا بنعمل ايه السنة اللي فاتت؟ ايوه كنا بنركز على المقسوم عليه، بنركز مع المقسوم عليه، نشوف هو 4 من كام؟ من 1000، يبقى اضرب في 1000. طب لو من 100 اضرب في 100. طب لو من 10 اضرب في 10. اعمل دماغك دايما مع المقسوم عليه. لو ضربت ده في 1000 يبقى خلاص العلامة راحت، وكأن دي 4 وجنبها صفار في الشمال، يعني 4 لأن الأصفار ملهاش قيمة في الشمال. ونكتب بقى المسألة في ثوبها الجديد. طب لو ضربت ده في 1000، نحرك العلامة يمين، كنا بنقول ضرب يمين، المفروض في 1000 يعني 3 أصفار، يعني نحرك العلامة يمين 3 أرقام. طب ده أنا ما حلتيش غير رقمين، أيوة حط صفر هنا مفيش مشكلة. وطبعا العلامة تتحرك 3 أرقام تبقى على اليمين، والعلامة على اليمين ملهاش لازمة، يبقى كأن العدد 400 وكام و80. الله ينور. طيب دي محتاجة قسمة مطولة؟ لا مش محتاجة، ممكن تقسم من الشمال وتكتب في الشمال
4/4 1 اكتبها في الشمال. 8/4 2 اكتبها في الشمال. 0/4 فيها الصفر أو الصفر ينزل، يبقى الناتج كام؟ 120. والكلام ده مش جديد، ده كلام قديم من السنة اللي فاتت. طب اديني مثال آخر. حاضر من عيني. مثال تاني بيقول 3/75 من 100 مقسومة على 1.5. هركز يا مستر على المقسوم عليه. المقسوم عليه العلامة هنا بعد رقم، يبقى هضرب في 10، والعلامة في 10 يعني ضرب يمين تتحرك رقم 1 تيجي على اليمين، واحنا قلنا العلامة على اليمين ملهاش لازمة، يبقى أصبحت 15. طب هنا هتحرك العلامة تضرب برضو في 10 زي ما ضربت في ده. تضرب في 10 يعني علامة تحرك رقم 1 بس تيجي هنا، وطبعا علامة هنا ما بقتش موجودة في الشمال بقى، يبقى موجودة من 5 و7 وهنا 3. طيب كلام جميل. الناتج بقى يطلع ازاي؟ مش فاهم. قال لي خلاص اعمل لها قسمة مطولة زي ما اخدنا في الترم الاولاني. تقسم 375 على 15 وتبقى تحط العلامة بعد كده. ازاي يعني؟ ممكن اقول 3/15 مش هتنفع. طب ما تيجي نعمل حرف التي زي ما كنا متعودين. 1 2 الأصول هنكتب لحد كام؟ لحد 9. 7 8 9. طبعا دي مش لازم تكتبها لكن دي هتساعدك. طيب 1 في 15 ب15. 2 في 15 ب30. أو عايز تضربها اضربها واحدة واحدة. 3 في 15 ب45. يعني ايه اضربها واحدة واحدة؟ يعني 4 في 5 ب20. صفر ومعايا الاتنين. 4 في 1 ب4 و2 6. وهكذا لحد ما تطلع الناتج بتاعك، ونكمل لحد النهاية. هبتدي من الشمال. 3/15 ما تنفعش يا مستر. ما ينفعش ليه؟ لأن العدد ده قليل عن ده، وطالما ما ينفعش لها ترجمة إن حضرتك تحط صفر. استعين بصديق. بقت 37. العريس اللي عنده 37 سنة يتجوز عروسة عندها كام سنة؟ يا قده يا أصغر منه يا مستر. خلاص يتجوز واحدة عندها 15 ولا 30 ولا 45؟ لا، الأنسب يتجوز 30. نشيل مين على راسنا من فوق؟ الاتنين. مين هيبقى تحت؟ 30. طب ما يلا بينا نطرح. 7 ناقص 0 7، و3 ناقص 3 0. صفر يعني على الشمال ملوش قيمة، هوا سيبك منه. بعد الطرح لازم تنزيل. نزل الخمس. أصبحت كام؟ 75. 75 تتجوز مين؟ أهي الخمسة، يبقى هشيل على راسي 5 وهنا 75. اطرح. 75 ناقص 75 بصفر. طب الناتج فين؟ هو 25. طب العلامة هنا بعد رقم وهنا مفيش، خلاص يبقى تتحط هنا بعد رقم. طب مش ممكن يا مستر كنت حطيتها هنا في القسمة؟ أيوه كنت حطيتها يا حبيبي هنا، ولما يجي دورها يعني احنا قلنا 30 وبعدين طرحنا نزلنا السبعة، لما يجي دورها تروح مطلعها هنا. ممكن كده، وممكن نحط العلامة بعد ما نطلع الناتج، مفيش أي مشكلة. طيب في حاجة كمان. أيوة في حاجة اسمها خط الأعداد، ولو إن ده مش مهم قوي لكن برضه هناخده. يعني الراجل مثلا بيقول لي إزاي تقسم بخط الأعداد 10 على 5. أقول له يا مستر مفيش مشكلة، أنا هرسم لك خط أعداد. خط الأعداد دايما بيبتدي من الشمال، وطالما 5 و10 يبقى انت مش محتاج تزود كتير، يعني زود 1. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جميل. واعمل نقط كده عشان ابقى عارف انا رايح فين وجاي منين. طيب مش هم 10؟ ايوه مستر. ركز معايا على المقسوم عليه برضو. يعني النطة بتاعت الأرنب، القفزة بتاعت الأرنب بمقدار 5، يبقى من 0 لحد 5. نط لي نطة كمان ب5 برضو، يبقى هنط من 5 لحد 10. بس أنا وصلت للمقسوم. طيب خلاص الناتج يجي ازاي؟ الناتج هو عبارة عن عدد القفزات ديت، هو نط نطتين يبقى الإجابة 2. طب وليه الدوخة دي؟ ما أنا عارف إن 10 على 5 فيها الاتنين. بس هو اشترط عليك تستخدم خط الأعداد، فلازم حضرتك تسمع الكلام. طب ما تدينا مثال كمان يا مستر. حاضر. ممكن الراجل ده يقول ايه؟ يقول لك مثلا اقسم لي 1000. خلاص دي خلصت خلاص. على 500. اقول له ماله، ما عنديش اي مشكلة. يعني انت حضرتك عايز تقول
ان خط الاعداد هيبتدي برضو من الشمال وببتدي بالصفر، لكن هنا في 500 وفي 1000. ايوه سامع واحد بيقول لي يا مستر خلي النقطة او الخطوة ب100. تمام، اقول له طيب خلاص، بس حاول تصغر خطك بقى. 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000. جميل. ركز برضو على المقسوم عليه. المقسوم عليه هنا 500، يبقى النطة بتاعت القلم هتبقى 500 من هنا لحد هنا كده. طيب انا عايز اوصل لحد ال1000، خلاص نط كمان من 500 لحد 1000 لحد ما توصل للايه؟ للمقسوم. طيب الناتج يجي ازاي؟ قال لك انت نطيت هنا كام نطة؟ نطتين، يبقى الاجابة 2. لكن ده ما يهمنيش قوي، انا يهمني الجزئين الاساسيين في درس النهارده، ازاي تضرب عدد عشري في عدد عشري، وازاي تقسم عدد عشري. يعني ايه عشري؟ يعني في علامة عشرية. ازاي تقسم عدد عشري على عدد عشري، او كسر عشري على كسر عشري. يا رب اكون وفقت ان انا اقدر اوصل المعلومة، واشوفكم على خير الحصة الجاية او الحلقة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.